والمناسبة التي تقوي ما ذهبنا إليه في هذا جميعه هو قول الله تعالى في كتابه العزيز: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فزعم بعضهم أن أهل السودان لم يبعث فيهم رسول. قال ذلك المعري في شعره، قال: وما قام في عليا زغاوة منذر فكيف بسحم ينتجين إلى بقع. في قصيدته التي أولها: نبي من الغربان ليس على شرعي يخبرنا أن الشعوب إلى صدعي أصدقه في مرية وقد امترت صحابة موسى بعد آياته التسع وما قام في عليا زغاوة منذر فكيف بسحم ينتجين إلى بقع. وزغاوة قبيلة يوجد جزء منها كبير أو لعلها كلها في بلادنا. وزعم بعضهم أنه كان في السودان أنبياء ولكن الله عز وجل لم يقصصهم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفسروا بذلك قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وزعم بعضهم أن لقمان كان من الأنبياء، واحتجوا في ذلك بأنه أوتي الحكمة، وأن عيسى قال: قد جئتكم بالحكمة. فالذي ينبغي أن يستشهد به في هذا المكان أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالسودان مخصوصون بدعوته العمومية التي خصت كل البشر، فمن أجل هذا ستتم الثلة الثانية بمن يدخلون في الإسلام بلا ريب. وهذا يقوي الخبر الأول على أنه قد كان في الثلل الأخرى من السودان، وهذا لا يمنع أن تكون الثلل الأربع المتقدمة، الثلة الكاملة في الأولين والثلة الناقصة في الآخرين، ثم من بعد ذلك أن تكون هاتان الثلتان أيضا أن يكون جميع أولئك من في هذه الأمة المباركة. ومن سبق السودان سيدنا بلال، وهو من أهل مكة، من مولدي مكة، ولكن أصله من دنقلة من بلاد النيل. وعسى أن يكون من السابقين سيدنا يزيد بن أبي حبيب المحدث الثبت التابعي، وولد بدنقلة وانتقل منها إلى مصر وعلم ونفع. هذه هي المناسبة التي من أجلها سقت هذه الآية، وخصصت السودان من إفريقيا وإفريقيا عامة، لأن السودان هم الذين تفردوا بطلب العربية من أجل الإسلام. أما غيرهم خصوصا في زماننا هذا فقد يطلب العربية لشتى وجوه أمور الدنيا، وهذا باب متشعب لا يوجد فيه تخصص واحد. من أجل هذا أعرضت عنه، على أني ينبغي أن أنبه نفسي في هذا المقام أن العربية حتى في بلاد العرب هذه الأيام قد أصابها ضعف، وينبغي أن يتنبه إلى رفع شأنها إن شاء الله. وإذ جعلت حديثي عن السودان في هذا الباب فهو مقسوم عندي إلى قسمين: شرقي وغربي. أما السودان الشرقي بما فيه من عرب ومستعربة وضروب عجم من حبش وزغاوة وبجاه، والبجاه هم سكان البحر الأحمر وتنسب إليهم الإبل النجائب، وذكرهم أبو الطيب في قصيدته التي فر بها من كافور، قال: فدا كل ماشية الهيدبة وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشى ولكنهن حبال النجاة وبيت الأذات وكيد العدا، إلى آخر ما قال في قصيدته. فهذه القبائل والشعوب التي
التي كانت تسكن في الجزء الشرقي كانت مرتبطة باليمن وبالحجاز وبمصر، وبلدنا خاصة كان وثيق الصلة بمصر، وكانت النهضة التي في هذه البلاد إنما هي امتداد للنهضات التي كن باليمن وبالحجاز وبمصر. ومن شواهد ذلك بالنسبة لبلدنا أنه كان في مصر رواق للسنارية، وكان يعرف بلدنا باسم سنار، ورواق لدارفور، والجزء الغربي منه يعرف باسم دارفور، وكانت توجد هناك أوقاف في المدينة وفي مكة في الحرمين الشريفين. على أن الصلة الوثيقة بمصر وبالحجاز وباليمن لم تقطع الصلات القوية مع المغرب في مغربه الأقصى الشمالي وفي مغربه الغربي السوداني، والصلة كانت واشجة. فقد كان العلماء يمرون من طريق الحج، خصوصا العلماء من بلاد شنقيط، وقد ذكر بيركهارت في كتابه عن رحلات ببلاد النوبة ذكر أثر الشناقيطي، وأنه رأى منهم جماعة في بلدتنا الدامر يعلمون ويحفون بالمسجد. وكان التعليم في بلدنا يقوم على مدرسة القرآن التي تسمى الخلوة، وكانت الخلاوي هي أصل الثقافة في بلدنا. ومن أهم شواهد الصلة بين السودان الشرقي وبين المغرب سوى الوافدين من شنقيط مثلا السيد أحمد بن إدريس الفاسي، فهذا قد هاجر من المغرب إلى ساحل البحر الأحمر وتتلمذ عليه وتبعه جماعة، وكان له من أعظم الأثر على بلدنا، كما كان له أثر عظيم على كل البلاد التي مر عليها. فمن تتلمذ عليه أو تبعه أو صحبه في بلادنا الشيخ إبراهيم الرشيد من بلاد الشايقية، هذا تتلمذ للسيد أحمد بن إدريس، وأكثر أخبار السيد أحمد بن إدريس قد تؤخذ مما كتب وممن أخذ عنه. وبلغني أن أسرته إلى الآن عندهم وثائق كثيرة في هذا الباب. والطريقة الرشيدية تفرعت من إبراهيم الرشيد، ولها أتباع في السودان، ولكن أكثر أتباعها ببلاد الصومال. ثم السيد محمد عثمان المرغني، السيد محمد عثمان المرغني من الحجاز، من مكة، من أشراف مكة، قادم من هناك وأقام حينا بالسودان، وأقام حينا بمصر، وتزوج في غرب السودان امرأة من آل سوار الذهب، ولدت له السيد الحسن المرغني. والسيد الحسن المرغني هو الذي نشر الطريقة الختمية، وكان لها أثر عظيم في نشر الإسلام في بلاد إريتريا وفي نواح كثيرة من بلاد شرق السودان. ومن ذريته كما لا يخفى على الملأ الكريم الحاضرين، كما لا يخفى على سيدنا جلالة الملك، من ذريته رئيس مجلس الدولة الذي زار هذه البلاد وأكرم غاية الإكرام كما هو شأن هذه البلاد وعاهلها الكريم. وممن صحب محمد عثمان المرغني، السيد محمد عثمان المرغني، السيد إسماعيل الولي، ومن ذريته الرئيس إسماعيل الأزهري، وأمره معروف.